السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بقى مع بعض كده أكلة حلوة جدا، أكلة كلنا حرفيا بنعشقها. هعمل معاكم كده العزبان والمحشي الكرنب بحشوة حلوة جدا، يعني ريحتها حرفيا هتقلب معاكي البيت كله. ولو أول مرة تعمليه هتعمليها بكل سهولة. هنسمي بقى الله ونصلي على الرسول ونخش معانا في الوصفة بتاعتنا. معايا اول حاجه ببتدي بيها ان انا بغسل العزبان معايا كويس، بنضفه بره عند الراجل او بنضفه في البيت. اهم حاجه تنضفيه كويس، وبحطه كده في ميه بملح بورق لوري بحبهان وربع كوبايه كده من الخل، بتشيل معانا الزفاره خالص. وبسيبه كده منقوع شويه يعني، وبعد كده بفضي الميه دي وبنحط له ميه نضيفه. وبعد كده بقى ببتدي ان انا اشتغل بيه عادي. وتاني حاجه بعمل لها بقى الكرنبايه، بجيبها معايا بشيل الراس بتاعتها اللي فوق دي. يعني بتحفري الراس خالص كده بالشكل ده، عشان تنزلي الكرنبايه كلها في الحله وتفرط معاكي بكل سهوله، مش ان انتي تقطعي بقى شويه قطعه قطعه والكلام ده، لا. الطريقه دي بتبقى سهله جدا معانا. اول بقى الميه ما بتغلي معايا ببتدي ان انا احط فيها الكرنبايه. بحط لها ميه بملح بس، مش بحط لها اي حاجه تاني. واول ما بتغلي بنزلها وبفضل بقى اشيل ورقه ورقه بالشكل ده. والطريقه دي بتكون سهله جدا وبتخلصي كل الكميه في وقت قصير جدا. بعد بقى ما سلقنا الكرنب بتاعنا وحطيناه يبرد على جنب، هحضر بقى معاكم ايه الخلطه بتاعه المحشي. والطريقه دي بتبقى حلوه جدا جدا بجد، تحفه ومتاخدش معانا وقت. حطيت كده يعني ربع كوبايه او نص كوبايه من الزيت. طبعا المحشي بيبقى عايز زيت ياما، فحطي له شويه زيت حلوين. وحطيت له كده يعني شويه بصل حلوين بردك، كام بصلايه حلوين كده، عشان البصل اهم حاجه، البصل يبقى ياما والزيت. يعني مش بدي البصل معايا لون ولا اي حاجه. اول بس ما بياخد صدمه كده بنزل بثلاث معالق من الصلصه، وبنزل بقى بالطماطم. انا معايا طماطم كنت مفرزاها، كنت قايله لكم عليها بفرزها للمحشي. نزلت بيها، ونزلت بكوبايه ميه بس عشان تفك معايا بكل سهوله. والبهارات بتاعتي عباره عن فلفل اسود مع نص معلقه من السبع بهارات، نص معلقه من الشطه لو بنحبه سبايسي شويه يعني، وطبعا مكعبين كده من الماجي. والملح بتاعنا بنظبطه معانا. بجيب بقى الكرنب بقطعه بالطريقة دي، بحط كده كام واحدة معايا، يعني باخد كام واحدة من الكرنباية بفردهم على بعض وبقطعهم كده المقاس اللي انا عايزاه. الطريقة دي بتبقى سهلة، وبتخلصي لو عاملة كمية كبيرة بتخلص معاكي في سهولة، يعني بكل سهولة متاخدش معانا وقت. يعني بصوا باخد بتاع 3 وحدات كده من الكرنب بحطهم على بعض، وبظبط ايدي في التقطيع اللي انا عايزة اقطعها، وبقطعهم كده بيبقى يعني بيتقطع معايا بسهولة، مش بيضايقك ولا اي حاجة. والكمية معانا ما بتاخدش اي وقت، يعني بتخلصيهم في وقت قصير جدا. معايا بقى بولة كده حطيت فيها الرز. طبعا الرز على حسب الكمية اللي احنا هنعملها، انا كنت عاملة كمية كبيرة شوية فكنت حاطة رز زيادة، يعني كنت حاطة رز ياما. فطبعا احنا بنظبط الرز على حسب الكمية اللي احنا ايه هنعملها معانا. وخضرة المحشي طبعا لما بتبقى كتير في المحشي بتبقى حلوة قوي، بتديكي تستاهلي، يعني حاولي تكتري الخضرة فيها على قد ما تقدري، وبالذات الشبت. حطيت بقى كده معاهم بصلتين نيين، يعني بصلايه كده مقطعاها مكعبات صغير نية، وطماطمية بردك مقطعاها مكعبات صغير، وقرن فلفل كده حراق بيدي طعم حلو قوي فيه. حطيت بردك معايا معلقة من معجون الصلصة كده كبيرة، وحطيت فلفل وبردك ربع معلقة كده من الشطة، والملح ظبطته معايا. وهنا بقى هحضر كده الشوربة بتاعت الممبار العزبون معانا. حطيت فيها لوري وفلفل اسود وملح وماجي، وبحطها كده لغايه ما تغلي. بعد كده هسقط فيها الحشوه بتاع العزبون. هنا بعد الخلطه كده ما اتسبكت معايا، وتعرفي ان هي اتسبكت لما بتلاقيها بقبقت كده معاكي، يبقى هي كده تمام ونشفت معاكي شويه. تقومي حاطه بقى حطها على الرز وكده والحاجات بتاعتك. وحطيت عليها حبه كده من الزيت، نزلت بيها على الرز معايا وعلى الحاجه اللي كنت محضراها. وبظبط بقى في الوقت ده الملح بتاعي، وبظبط يعني بدوق كده وتشوفي الملح عايز يتظبط ولا ايه وتظبطيه. وهنا كده خلاص كده هحشي. طبعا انا كنت عامله عشان كميه الرز كانت كبيره، فانا قلتها في حاجه اكبر يعني. وبتحشيه كده بكل سهوله. بيبقى يعني انا ما بحبش اخلي الصبع كبير، بحبه يبقى وسط كده، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. الحجم ده بيبقى حلو جدا. والممبار طبعا مش هتعرفي تعمليه بمعلقه، لازم بقى بايديكي كده، وتمسكي الطرفين وتقعدي بالصبع الكبير تقعدي تتفسي فيه، يعني ما تملهوش على الاخر. بالشكل ده كده بمسكهم بايدي الاتنين كده، وبالصبع الكبير هو اللي انا بحشي بيه بالشكل ده. واهم حاجه معانا ان احنا مش بنحشي العزبان، يعني مش بنمليه رز عشان ما يفرقعش معانا. يعني انتي بتحطي كده شويه رز، وبعد كده تفرديهم بايديكي بالشكل ده كده، وبتنفضي بقى الزياده وكده وبتظبطيه يعني.
بالشكل ده كده خلاص. هنا بعد ما حشيت كل الكمية، يعني بصوا ان هو مش بملي كده اخر طرفين، عشان لسه طبعا الرز هينفش معانا، وعشان ما يفرقعش معاكي في الحلة. والكرنب هنا بعد ما خلصته بردك هعمل بقى كده الشوربة اللي انا هسقي بيها المحشي. معايا بردك مكعبين من الماجي، ومعلقتين كده من الصلصة، من معجون الصلصة. هقلبهم بقى واحطهم على النار كده لغاية ما يغلوا، وبعد كده هشرب بيهم المحشي بتاعي. هنا بقى بعد الشوربة ما غلت بتاعة العصبان، هنزل بيها بقى، هنزل بالعصبان كده معايا، واقفليهم كده، دميهم على بعض عشان يديكي شكل كويس في الاخر. يعني انا كنت موطيه النار قبل ما احط، بس المية لازم تغلي معاكي الاول. بتسيبيه بقى على النار كده لغايه ما الرز يستوي، يعني لغايه ما تدوقي كده الرزايه وتلاقيها ان هي استوت، تبتدي بعد كده ان انتي تطلعيه. وهنا بقى خلاص هحط كده الكرنب معايا على النار، هسقيه بالشوربه اللي احنا حضرناها. لو عندك بقى شوربه ممكن ان انتي يعني تحطي فيها بس معلقتين الصلصه وخلاص وتسقي بيها يعني. تفضلي بقى تحركي الحله كده عشان تظبطي معاكي الميه. وبحط كده طبق عشان ما يفتحش معايا لما يجي يغلي. وكنت عامله بردك ورق عنب، فبشربه بردك بنفس الطريقه. كنت عامله ورق عنب والبتنجان وكله بعمله بردك بنفس الطريقه دي. وبغطي بردك وشه كده بطبق وبسيبه لغايه ما يستوى معايا. هنا معايا بقى الكرنب كده، كنت نسيت ان انا احط له السمنه والزيت بتاعته، فحطيت له كده معلقه من السمنه الفلاحي وشويه كده من الزيت. وبغطي بردك وشه لغايه ما يتشرب معايا، وبعد كده بغطي عليه بالشكل ده لغايه ما يستوى. هنا بعد ما خلاص مستوى، يعني بصوا احمر ازاي وجميل، طلع تحفه بجد. هنا بردك العصبان معايا كان استوى خلاص. هبتدي بقى ان انا اطلعه واقليه. استني يعني ما تقلوش على طول، استني انتي تصفيه شويه عشان هيطرطش معاكي جامد لو ما يعني مستنيتش عليه ان هو يتصفى كويس. وبتديله لون كده ذهبي حلو، يعني كل ما بتغمقي لونه كل ما بيبقى احلى، بيديكي كده قرمشه وبيبقى حلو جدا. هنا كنت خلاص خلصته بالشكل ده. يعني عايزه اقول لكم بجد الريحه والطعم كان تحفه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو. والسلام عليكم.